السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم واحد البسبوسه بالحامض، تجي من اروع ما يكون. تنتمنى تجربوها وتنتمنى تتبعوا الفيديو حتى للاخر. في واحد الجبانيه عندي قبصه ديال الملح، عندي جوج بيضات، حراره المطبخ. غادي نخدم ونذكر المقادير. هاد البسبوسه راه تجي بنينه، خصوصا غادي نزيدو عليها لا كريم، واحد الكريمه من الفوق تجي من اكثر ما زعما بنينه بزاف. عندنا كاس لاروب ديال السكر، ما عامرش السكر تيبقى على حساب الذوق. غادي نخلط مزيان هاد الجوج بيضات مع السكر حتى تيذوب ليا السكر. من بعد ما تيذوب غادي نزيد عليه واحد كاس ديال الزبادي، النكهه اللي بغيتو، بنان ولا الفاني اللي عجبكم. اللي ما بغاش يدير هذا الكاس ديال الزبادي يدير كاس ديال الحليب يكون دافي. هاد البسبوسه تجي من داك الشرفه هشيشه وتجي واحد البنه اكثر من رائعه، ضروري ما تجربوها. هذاك الكاس ديال دانون اللي خويت هو باش غادي نعبر الزيت، هو هذا اللي خويت غنعبر به الزيت. غادي نخلط مزيان هاد العناصر حتى تينسجموا ونحس بان السكر راه داب. غادي نزيد واحد المعلقه ديال قشور حامضه وغادي نخلط مزيان حتى تيذوب السكر. بعد ما خلطت العناصر مزيان حتى داب السكر، غادي نزيد جوج كيسان ديال السميده رقيقه. بهذا غادي نعبر بنفس الكاس ديال دانون، ولا تعبروا باي كاس تشدوا به العبار، كاس ديال العنبه. غادي نعمر الكاس الاول، غادي نعمر الكاس الاول ديال السميده الرقيقه ونحرك مزيان. من بعد هذا الكاس غادي نزيد كيس ديال خميره الحلويات، يعني 8 غرام، معلقه صغيره تكون عامره. يعني 8 غرام ديال الخميره. انا عندي الكيس اللي فيه 16 غرام، بقات فيه نص باكيه. غادي نزيد الكاس الثاني ونخلط مزيان. اللي بغى يدير حتى خميشه ديال الفاني يديرها. الكاس الثاني غادي نخلي هذا الخليط ديالي على جنب. انا سبق ليا وحضرت القطر، درت كاس ديال باش غادي نسقيو البسبوسه، كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء مع طريف ديال الحامض. 10 دقائق تبختهم حتى عقد ولا شويه شاد تيتماسك، عاد نحيدوه من فوق البوطه. وجدته باش ما يجينيش الفيديو طويل. هذا هو المول اللي درت انا، اللي عنده داك المول اللي تيتقلب يكون احسن، تيجي في المنظر زوين. درت انا هذا المول العادي، دهنته بشويه ديال الزيت النباتيه وغبرته بشويه ديال السميده. غادي نصبو هنايا. الفران تيسخن على 180 درجه. غادي ندخلها للفران ونخليه مشعول غير من التحت حتى تيبانوا ليا الجناب تحمروا. عاد غادي نشعلها من الفوق. غادي نخليها واحد شويه، 2 دقائق ولا 3، عاد نخشيها للفران. دابا غادي نمشيو نوجدوا ان شاء الله لا كريم اللي غادي تجي من الفوق.
واحد الكاسرول غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب. دخلنا البسبوسه ديالنا للفران تطيب. غادي نديرو نحضروا لا كريم اللي غادي تجي من الفوق ديال الحامض. عندي معلقه صغيره ديال قشور الحامض، عندي واحد البيضه، غنديرو 2 كيسان ديال الحليب، غادي نعبرو بهذا الكاس ديال دانوني 2 كيسان. قلنا بيضه، قشور ديال الحامض، 2 كيسان ديال الحليب، حليب بارد. غادي نخلطوا هاد العناصر كلها. عندي 4 المعالق ديال كريم باتيسير، واللي ما بغاش يدير كريم باتيسير يدير نشا. غادي ندير 4 المعالق ديال السكر سنيده، 4 المعالق ديال السكر سنيده. اللي بغى ينقص السكر ينقص، يدير غير 3. غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان، الكريم باتيسير مع البيضه مع 2 كيسان ديال الحليب حتى تينسجموا مزيان مع قشور الحامض. هذه هي الكريمه اللي غتجي من فوق البسبوسه، تجي من داك الشرفع. غادي نزيد عليهم 15 سنتيات ديال عصير الحامض. غادي نخلط هاد العناصر مزيان وغنديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد ليا الكريمه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الشكل النهائي. وهذه هي البسبوسه تاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، تتجي من داك الشرفيع. غادي نسقيوها بالقطر. تتجي بنينه من داك الشرفيع لذيذه. ضروري ما تجربوها بهذه الطريقه. اللي اول مره تيشوف الفيديو وتيشوف هذه القناه ما تبخلوش عليا بالاشتراك، الله يجازيكم بخير، وبلي لايك اللي تيشجعوا فضلا وليس امرا. هذا القطر راه بارد والبسبوسه سخونه. هاد البسبوسه راه تجي حتى في الفطور ديال رمضان ان شاء الله. بالكريمه ديال الحامض تجي من داك الشرفع. دابا غادي نجيبو لا كريم وغادي نكبوها من الفوق. هذه هي لا كريم اللي حضرنا، راه دغيا تتجمد، خصوصا الا عندكم داك المول اللي تيتقلب تيجي من داك الشرفع. غادي نبسطها غير بالمعلقه، وتتكون هذه هي البسبوسه تاعتنا بلا كريم بالحامض. تتجي من اروع ما يكون. تزيين درتو تزيين بسيط، التزيين تيبقى على حسب كل واحد. انا درت غير تزيين بسيط. المهم هي النتيجه راها اكثر من رائعه، ضروري ما تجربوها. تتجي بنينه بنينه بديك البنه ديال الحامض. وتنقدم عليكم بالصحه والراحه. ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك، الله يجزيكم بخير فضلا وليس امرا. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله.